العيب مش عندهم. ابو تريكة يدافع عن لاعبي المنتخب الاولمبي ويفضح عشوائيه المنظومه الرياضيه. هلق محمد ابو تريكة على خساره المنتخب الاولمبي الكبيره امام نظيره المغربي في مباراه تحديد المركز الثالث. وكتب ابو تريكة عبر حسابه الرسمي على منصه اكس: خساره كارثيه، فرق واضح في كل حاجه، احنا ناس بنشتغل اليوم بيومه ورزقيه على باب الله، بنفرح باليوميه اللي بناخدها وبنكسل نشتغل تاني يوم. ما هي دي بتيجي بالجدعنه والفهلاوه. اخطط ليه وارتب ليه واشتغل قبلها بسنين ليه؟ اشار ابو تريكة: دي اقصى حاجه ممكن تتعمل في حاله اللا تخطيط ديا، جهود فرديه من اللعيبه احيانا، رغبه بتزيد وبتقل، نجاح مدرب بشكل احادي جدا في ظل مقاومه لكل طلباته. يعني انت في حاله العبث دي اخدت كل حاجه تقدر تاخدها. واضاف تريكة: مستحيل تقدر تنافس المنظومه الجماعيه اللي عندها خطه واهداف واضحه وشكل ونشأة معينه بيوصل اعلى رتم فيها في البطولات الكبيره. عشان كده بكل تقدير ببارك للمنتخب المغربي، حقهم وعن جداره. وواصل: واحنا خلينا واقعين، مش هيبقى ما عندناش ونتساوى باللي اجتهد ونظم ورتب لنفسه من سنين. حزين علشان اللعيبه بتاعت مصر الاولمبي دي والجهاز تعبوا جدا وكانوا بيستحقوا ختام افضل، بس مستوعب انهم اشتغلوا في اللا منظومه موجوده من زمان بلا اي نظام، فالعيب مش هيبقى عندهم ابدا.